حلوة دي قامت تعجن في البدرية، والديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيهش ولا مليم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده هنبدا بقى يومنا مع بعض كده باذن الله. يوم بقى من ايام الشتاء والجو المطره. زي ما انتم شايفين كده الجو مغيم خالص، وحسيت بقى ان الجو هيمطر. انا كنت غاسله امبارح الهدوم ومشغله الغساله، وكنت سايبه بقى الهدوم على الحبال كده او على المنشر، علشان بحب بقى اسيب الهدوم تتشمس كده وبتاخد وقتها في الشمس. حتى لو متنشفه في الغساله بحب اسيبها في يعني يوم كامل كده. تاني يوم الصبح بلمها او في نفس اليوم. اول ما بحس بقى ان الشمس خلاص كده غابت بلمهم برضو. هغسل بقى الحمام وهنضفه معاكم بقى النهارده، واقولك برضو على افكار هتفيدك بقى في تنظيف الحمام كده وتسهل عليك كتير. انا حطيت بقى في الجردل كده، حطيت بقى شويه برسيل وشويه بريل ومعلقه كبيره كده من الدوني، وكمان شويه ديتول. وحطيت برضو معلقه كبيره كده من ملح الليمون ومعلقه كبيره كده من النشادر. وقلبت بقى كله مع بعضه كده. عايزين بقى رغوه تكون كثيفه كده، عشان الرغوه دي اللي بتخلي بقى البلاط يلمع وبينضف معاك كده. هغسل بقى الحوض اهو. لو عندك بقى كتمه في العين بتاعه الاحواض او بتاعه الحمام، بتجيبي بقى معلقه كبيره كده من ملح الليمون، عليها معلقه كبيره كده من النشادر، وتحطيها بقى في العين بتاعه الحوض. وبعد كده بتفتح عليها الميه السخنه، بيعمل فوران بقى وبيشيل بقى الدهون والرواسب والحاجات اللي بتبقى موجوده في الاحواض، سواء بقى الحوض ده او الحوض بتاع المطبخ. حطينا برضو في الخلطة اللي هنمسح بها البلاط كربونات وملح الليمون، عشان بتخلي البلاط يلمع معاك كده وبينضف، وبيشيل بقى الاصفرار، بيشيل بقى الحاجات اللي بتبقى في فواصل البلاط، تخليه يلمع معاك كده ويرجع بلون الطبيعي كده. بغسل بقى الحوض كله اهو. بتاخدي برضو من الخلطة اللي احنا عملناها لمسح الحمام او تنظيفه، تحطها برضو في الحوض اللي زي ده، او في العين بتاعة القاعدة بتاعة الحمام. بينضف معاك برضو لو فيه رواسب فيه اصفرار، بيشيل كل ده. اغسل برضو القاعدة بتاعة الحمام اهي. اي حاجة بقى محتاجة تحطيها في الخلطة دي بتنضف معاكي، يعني مثلا كلوريكس الوان، معطرات، حاجات من دي بتخلي ريحة المكان حلو، برضو بتخلي ريحة الحمام حلو كده، وكمان بتنضف معاكي يعني. كل ما بتزودي بقى في الخلطة مكونات بتدي معاكي كثافة كده بقى في التقل بتاع الخلطة دي، وكمان بتنضف معاكي بسرعة. على ما بمسح بقى الحمام وكده ببقى احط بقى في القعدة دي شوية خلطة من الخلطة اللي انا عملتها، اللي فيها ملح الليمون والكربوناتو، لغاية ما بينضف بقى من جوه كده خالص، وتحسي بقى ان لونه يفتح كده ورجع زي لونه الاصلي يعني. بعد ما غسلته اهو بشطفه بقى بالخرطوم ده. الخرطوم ده لما بيكون مثلا طويل شويه بجيب بقى الحمام من اوله لاخره كده، فبيسهل عليا كتير يعني. بضغط بقى على الخرطوم من قدام عشان يجيب ضغط ميه، عشان ينضف معايا كده ويشيل بقى كل الرغوه دي، او لو في اي رواسب او في اي حاجه يعني. هغسل دول برضو اهو. وكمان لما بتضيفي بقى النشادر بيرجع معاك الحاجة بلونها الأصلي كده وبيخليها تلمع. برضو بستخدم بقى النشادر في الخلطات بتاعة البوتاجاز، بتاعة التلاجة، بينضف وبيرجع الحاجة لونها الأصلي كده. هستخدم بقى المقشة دي في التنظيف. لو عندك بقى مقشة قديمة ما بتستخدمهاش، ممكن برضو تجيب مقشة وتسيبيها بس للحمام كده، بتنضف معاك بسرعة. بتجيب بقى الزوايا والأركان اللي ما بقاش طايلها كده، بتجيب معايا برضو السقف اللي ما بقاش طايلاه. وما شاء الله بتنضف بسرعة قوي، بتخلي بقى البلاط يلمع كده، وكمان بتخلي فواصل الحمام بتبقى نضيفة خالص. شايفين بقى بجيب كل حاجة اهي. لو عندك بقى مقشة خشنة مثلا زي الفرشة بتاعة الحمام، تكون مقشة زي دي بتنضف بسرعة وبتخلي الحمام نضيف معاكي برضه. وكل ده ما بياخدش وقت يعني، بتسهل عليك بسرعة. بدل بقى ما كل شوية مثلا تقعدي تغسلي بقى بالفرشة وبتدعكي بالفرشة، كل ده بتعمليه وانت واقفة. شايفين؟ انا بغسل بقى بالمقشه دي، وبمسح البلاط بقى من فوق لتحت كده، وبجيب برضو السقف بتاع الحمام. كل الحاجات اللي ما بعرفش ان انا اطولها
بجيبها بقى بالمقشة كده. خلاص كده رشيت بقى مية كده اهي وبمسح خالص اهو. لازم تغسليه كذا مرة، يعني انا غسلت بقى كذا مرة كده لغاية ما الرغاوي دي كلها نضفت خالص وانتهت. وبدأت اللمعة بتاعة البلاط تظهر. لازم يتمسح كويس قوي بمية نظيفة لغاية ما تحس بقى ان خلاص ما عادش فيه رغاوي خالص، لان الرغاوي دي على البلاط يعني بتخليه يبهت معاك كده. وكمان لو عندك ولاد ولا اي حاجه بتخلي يعني الواحد بيتزحلق كده من على البلاط، فبتبقى الوقعه صعبه قوي. فخلي بالك برضو لازم تشطفيه كويس قوي بعد الخلطه بقى وبعد الغسيل. هغسل برضو القعده دي اهي. لازم دايما يكون الحمام نظيف، تكون ريحته دايما نظيفه. لو عندك مثلا شباك بقى في الحمام او شفاط، لازم تشغليه اول باول كده، بحيث يخلي دايما الحمام ريحته نظيفه وريحته حلوه كده. شايفين بقى بتجيب كل الفواصل وتجيب الحاجات اللي بتبقى مثلا مش هتعرفي تجيبيها بالفرشة او كده. شايفين؟ بصراحة الفكرة بتاعت المقشة عجبتني قوي، ودايما بغسل بقى الحمام وبنضفه بالمقشة كده. مقشة قديمة عندي وبستعملها بس لغسيل الحمام كده. خلاص كده بدأت اشطف اهو، عشان اشيل بقى كل الرغاوي دي لغاية ما احس بقى ان البلاط خلاص نضيف خالص واللمعة بتاعته بدأت تظهر كده. هرش برضو بالخرطوم واشد بقى المية اهي. خلاص كده انا خلصت بقى الحمام، نضفته وعملت بقى الغدا، واليوم بتاعي فات كده، وفتحت برضو شباكي اهو الحمام اهو. وجينا بقى للعشاء، قلت هعمل بقى بيتزا كده موفرة، وكمان ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا مكونات كتير. بيتزا اقتصادية خالص واحسن من اللي بتشتريها من بره، وهتعملها بقى في البيت بنظافة كده. جبت بقى 3 كوبايات من الدقيق منخول، وحطيت هنا كيس خميرة فورية اهي. واحط هنا معلقة صغيرة كده من بيكنج باودر، بيديلها هشاشة كده وبيخليها حلوة يعني، متبقاش بقى مثلا مكتمة كده. احط برضو ذرة ملح، واقلب بقى كل المكونات اللي جافة مع بعض، الدقيق والخميرة والبيكنج باودر. واحط هنا معلقة كبيرة كده من لبن البودرة. لو مثلا عندك بقى لبن سايل ممكن تعجنها باللبن السايل. لو ما عندكيش لبن ده، ممكن تحط بقى لبن بودرة وخلاص، بيعزز بقى ايه العجينة معاكي كده. حطيت برضو ذرة الملح اهي، واقلب بقى كله مع بعضه كده. معايا هنا كوباية مية دافية، وهلم بقى الدقيق الاول بالمية كده عشان ما يعفرش معايا وانا بلمه يعني. بلمه بقى بالمعلقة الاول اهو، وهبدأ بقى اعجنه بايدي. وحطيت برضو معلقة صغيرة كده من السكر عشان تفعل الخميرة بسرعة، بس ما جتش في التصوير يعني. ممكن بقى لو انت عايزة تعملي بقى اختبار الخميرة، بتحطي معلقة كبيرة من الخميرة عليها معلقة كبيرة كده من السكر، ونص كوباية مية دافية، وبتسيبها بقى لغاية ما تختبريها يعني، لغاية بقى ما تضيع في حجمها كده. هلم بقى العجينة اهي. سهلة خالص العجينة بتاعتها، سهلة خالص مش مكلفة، وكمان هتطلع معاك بيتزا حلوة قوي. اعملها بقى بس بطريقتي كده ان شاء الله تعجبكم قوي. خلاص لميت العجينة اهي، بعجنها بقى لغاية ما تحسي بقى ان لمت من ايدك كده اهو. شايفين؟ لمت من ايدي خالص اهي. كده العجينة جاهزة معايا، بس لازم تعجنيها عشان هي فيها خميرة، بتاخد من 10 دقايق لربع ساعة كده بتعجنيها، وبعد كده بتسيبها بقى لغاية ما ترتاح وتضاعف حجمها في مكان دافي. خلاص كده هي اختمرت اهي. هقسمها بقى على فطرتين كده. شايفين العجينة حلوة قد ايه؟ عشان انا سبتها اختمرت يعني، سبتها نص ساعة كده لغاية ما ارتاحت وتضاعف حجمها شوية. بضغط عليها بقى بكيس استريتش او بفوطة لغاية ما تختمر يعني. معايا بقى الصينية اهي، هفرد فيها كده، ممكن بقى تفرد على الرخامة زي ما انت عايز. مسحت بقى الصينية كده بمسحة زيت، وهفرد فيها الفطيرة اهي او البيتزا. العجينة عشان مختمرة كويس، وكمان خدمتها كويس في العجن كده، فبتتمط معايا حلو قوي يعني. شايفين؟ بجيب بقى معلقة صلصة، ممكن برضو تحط معلقة كاتشب على الفطيرة كده وافردها. بتكوني بقى مجهزة مثلا زيتون مخلي، بتجهزي بقى خضار فلفل أخضر أو فلفل ألوان. لو عندك بقى لحمة مفرومة ممكن تحطيها
اي حشوة ممكن تحطها في البيتزا كده او في الفطيرة. انا معايا فلفل اخضر اهو مقطعاه شرايح صغيرة كده، وافرده بقى في الصينية او على الفطيرة. معايا هنا برضو زيتون مخلي، احط هنا برضو شوية. ممكن بقى تحط جبنة موزاريلا، ممكن جبنة شيدر، ممكن جبنة عادية، بوزع بقى كل الحاجات دي على الفطيرة كده. احط بقى من الجبنة دي على الوش كده اهي. تحط بقى جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، على حسب اللي انت بتحبيه. اوزع بقى كله على الوش كده، شايفين؟ بغطي بقى كل الحشوة دي كده عشان يبقى تدينا بقى مطة وطعم حلو كده. احط بقى رشة فلفل اسمر كده على الوش. لو مثلا بتحبها تكون مملحة شوية، ممكن تحط برضو ذرة ملح كده على الوش يعني. خلاص بقى البيتزا دي جاهزة معانا. انا مسخنة بقى الفرن قبلها ب10 دقايق لغاية ما يسخن خالص كده. وبعد كده بقى احط الصينية بقى في الفرن من تحت لغاية ما تستوي. واول ما بتدي لون من تحت كده بحطها بقى تحت الشواية تاخد بقى لون من فوق. هعمل برضو الصينية التانية اهي، عملت نفس الحشوة بالظبط، بس هزود بقى جبنة كده. شايفين بقى الجبنة دي؟ ممكن بقى تحط اي جبنة عندك، جبنة تلاجة، ممكن جبنة مثلا دومتي، جهينة، اي جبنة من دي. قلت احطها يعني تبقى تغيير كده في طعم البيتزا بقى. ممكن بقى تعملي الحشوة زي ما انت عايزة، من بواقي التلاجة بقى، جبنة، طماطم، فلفل، اي حاجة عندك موجودة في التلاجة بتطلعيها بقى وتعملي فطيرة، بتبقى معاك حلوة قوي. وكمان بتبقى يعني غير مكلفة، اقتصادية جدا، وكمان مشبعة. بتعملها بقى في العشاء، في السهرة كده يعني. لان طبعا جو الشتاء بالذات بيبقى محتاج بقى ايه، فطاير، بيتزات، حاجات من دي دايما. الواحد يعني طول ما هو قاعد في السهرة بقى بجوع، فبقى محتاج حاجات زي دي يعني ان هو ياكل منها يعني. خلاص كده انا طلعت بقى البيتزا ايه. شايفين بقى الجمال؟ حاجة كده تفتح النفس، احسن من اللي بتشتريها من بره. كمان ضامنة بقى نظافتها وعاملاها في البيت، اقتصادية وكمان حلوة قوي بصراحة، كان طعمها حلو قوي. هقطعها برضو معاكم اهي. يا دخلت دي وطلعتها، وحطيت بقى الصينية التانية على ما تستوي كده يعني. شايفين؟ والعجينة بتاعتها هشة خالص، وكمان شايفين لونها من تحت. شايفين بقى مطة الجبنة اهي، حلوة قوي بصراحة يعني. والتانية برضو في الفرن اهي، شايفين؟ طلعتها بقى من تحت كده. اول ما استوت حطيتها بقى تحت الشواية عشان تاخد بقى اللون ده. خلاص كده طلعتها برضو اهي. لو مثلا هتسيبها شوية على مثلا ما تاكلوها، بتغطي عليها كده بفوطة او بأي حاجة، بحيث ان تفضل طرية يعني ما تنشفش معاك. شايفين بقى الجمال؟ خلاص كده الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد بنزله، وتعليق حلو كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.